قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفر اليوم الخميس إحالة شكاية تقدم بها صاحب مقهى بجماعة إيموزر كندر ضد مصطفى لخصم على عناصر الشرطة القضائية بفاس لتعميق البحث في المنسوب إليه على خلفية اتهامه بالاعتداء على المشتكي تزامناً مع حملة تحرير الملك العمومي بالمنطقة. وكان رئيس جماعة إيموزر كندر مصطفى لخصم قد نفى في تصريح لجريدة أخبارنا تعريض صاحب مقهى لاعتداء جسدي أثناء ممارسته لاختصاصاته كرئيس للشرطة الإدارية يوم 11 غشت الجاري. وأكد لخصم أنه عمل في إطار اختصاصاته التي يحددها له القانون على تحرير الملك العام من الاحتلال غير القانوني للكراسي والطاولات الموضوعة على رصيف الشارع، غير أن صاحب المقهى دخل معه في مشادات كلامية تطورت إلى إمساك يده، مما اضطره لسحبها بغرض الإفلات منه، لكنه تفاجأ بسقوطه متهما إياه بالاعتداء عليه.